السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله قصتنا عن واحد غني وواحد فقير، واتذكروا في القرآن الكريم وبالأخص في سورة الكهف. بس قبل ما نقول قصتنا النهارده ان شاء الله، ما تنسوش يا حبايبي السبسكرايب بتاعتنا ولايك للفيديو وتفعيل الجرس عشان يجيلكم كل جديد. ويلا بينا. اتنين صحاب مبادئهم واحدة، واحد ربنا أنعم عليه واداله مال وخير وعزوة، والتاني على قد حاله. الغني أخد الغرور لدرجة إنه أنكر الآخرة، ولما صاحبه حذره مسمعش كلامه وتمسك بموقفه. بس كالعادة محدش في التاريخ يختار إلا وغروره ده أهلكه. إيه اللي حصل بالظبط؟ القصة دي حقيقية وموجودة في القرآن الكريم، وبالأخص سورة الكهف. ممكن تكون ملاحظتهاش قبل كده، بس يلا تعالوا نشوف. الغني ربنا أنعم عليه بحديقتين في منتهى الجمال، وفيهم كل الفواكه والخضار ومتحوطين بالنخل، وفي النص نهر بيغذي كل ده. الراجل صرف عليهم كتير لغاية ما المحصول بقى يطلع بشكل هندسي رائع، والمحصول كان مفيهوش غلطة أو فاسد. مع الوقت وزيادة الخير والمال، والراجل حس بالسيطرة وبدأ يعتقد إن الوضع ده هيدوم على طول. كان معاه صاحبه اللي كان على قد حاله، فجأة بدون أي مقدمات قرر يتفخر عليه وقال له تصريح وكلام ملهوش أي لازمة. قال له أنا عندي فلوس أكتر منك وعيلة كبيرة وعزوة. وكمان لما دخلوا الجنينة بتاعته قال له أنا معتقدش إن كل ده ممكن يختفي أبدا، وبرضه معتقدش إن في يوم قيامة ولا عياذ بالله. أصلا هو خلاص وصل لمرحلة تكبر وتعالي صعبة قوي، وقال إن لو في يوم قيامة ورحت عند ربنا هيديني أحسن منها كمان. طب إزاي وإنت متكبر ومغرور؟ هو خلاص شايف نفسه إنه بقى ولي من أولياء الله الصالحين. مهم الراجل الصالح لما سمع الكلام ده رد عليه وقال له زي ما إحنا ما بنقول، هو أنت هتكفر ولا إيه؟ بس قاله انت هتكفر باللي خلقك من تراب وعملك راجل؟ ورغم انه على قد حاله بس قاله انا مش هكفر بالله، بالرغم اني فقير وبحمد ربنا لانه ده اختبار على الصبر. وبدأ ينصحه وقاله لما تدخل املاكك تقول ما شاء الله لا قوة الا بالله، لانه لو ما قالش كده اولا هيحسد نفسه، ثانيا هيفتكر انه اللي عمل كل ده وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى وكرمه، وهيصيبه الغرور. وكمل كلامه ان ربنا ممكن يديله اكتر منه، سبحان مغير الاحوال. ممكن الزرع ده كله بقدرة ربنا سبحانه وتعالى يبوظ، او المية تنزل في عمق كبير ما يعرفش يخرجها تاني. وهو بيقوله كده مش عشان يحسده، بس هو بيقوله كده عشان يفوقه من الغرور اللي هو فيه، ان ده كله من فضل الله وعظمته. فهو بينبهه ومش بيتمنى لزوال النعمة. وبرضه التاني مصر على الغرور والتكبر، ولا أكن صاحبه قاله حاجة ولا كأن صاحبه بينصحه. صحي الصبح لقي الحديقة بتاعته كلها خربت والزرع مات وفسد، وصاحبه طلع كلامه كله صح. الراجل بقى واقف مستغرب، بقى يضرب كف على كف، مش مصدق إن كل ده يحصل في ليلة واحدة. وهنا بقى ندم على كل اللي قاله، وإنه أشرك بالله وتعاليه على الله سبحانه وتعالى. وفي النهاية الحسد موجود، بس مش كل حاجة تحصل في حياتنا تكون الحسد. ما يمكن انت او انتي عندك غرور او تكبر او ظالم لنفس، فمش هنسيب كل حاجة ونمسك في الحسد. هنا هتكون قصتنا خلصت. استنوني ان شاء الله في قصة جديدة. كان معاكم ميرا في رعاية الله.